إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد، أتحداه أن يأتي بهذا المذهب ويبينه لنا. أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أن يبين إن الشيخ قتل مسلما واحدا. أتحدى من يقول إن الشيخ يقتل المسلمين، أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أن يأتي إن الشيخ كفر وأحدا من المسلمين، وإنما يكفر عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين، وهؤلاء كفرهم القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. غاية ما هو إن الشيخ قام بهذا الأمر وصبر واحتسب، وغيره من العلماء سكتوا وأخلدوا إلى الراحة. يمكن يقولون إن الشيخ في وقته علماء ولماذا هو يختص بهذا الشيء؟ نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. في علماء، نعم في علماء وعلماء فطاحل في بلاد نجد، لكنهم لم يقوموا بهذا الأمر، بل أخلدوا إلى الراحة. وعنايتهم بكتب الفقه ولم يعتنوا بالعقيدة ولا بأمر التوحيد، حرمهم الله من ذلك. والله جل وعلا من على الشيخ وأقامه. هؤلاء يمكن ما عندهم صبر، ما عندهم تحمل، ما عندهم أعصاب. ما أقول إنهم يحبون الباطل كلهم، لكن أقول إن أغلبهم يمكن ما عنده صبر ولا عنده تحمل، أو عنده يأس. بعضهم عنده يأس، يقول ما هو نافع ولا ما احنا بقاوين هؤلاء ولا. الشيخ رحمه الله أعطاه الله القوة في الإيمان والقوة في العلم والقوة في الحجة، وتحمل الأذى وصبر وقام بهذا الأمر. وفضله على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين لا ينكر، وله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله يقيض لهذه الأمة بمنه وكرمه في كل قرن من يقوم بهذا الدين ويدعو إليه.